بتقولوا عليها فلافل، بتقولوا عليها طعميه، مش هختلف معاكم. بس الحاجه اللي عايزاكم تركزوا لي عليها شكل الفلافل في الزيت عامل ازاي. كانها جايه من عند الراجل، كاني واقفه على عربيه فول وفلافل. ولا غلطه. النهارده هقول لك على التركات اللي هتخلي معاكي الفلافل المقرمشه زي بتاعه الراجل. الكميه عندي: فول مدشوش، بقدونس وكزبره وكرات، لو ما عنديش كرات بحط البصل الاخضر، باخد العيدان بتاعته بس، وتوم مفروم. هنا عندي الكمية عبارة عن ده كيلو فول مدشوش، انا قسمته على مرتين علشان الكبة تاخده وتفرمه حلو. بصوا هنا، وبزود شوية مية صغيرين، تقريبا ربع كوباية مية. ما تزودوش مية كتير علشان ما تبصش منكم العجينة. بصوا القوام بتاعها، هو ده قوام الصح. انا هنا قسمتها على مرتين علشان الكبة تفرمها حلو. البقدونس والكزبرة والكرات انا اخدت منهم حزمتين من كل حاجة. البصلاية متوسطة، وتقريبا 5 فصوص توم. بصوا الكميه، عمل ده كيلو فول مدشوش، عمل كميه كبيره. انتوا حاولوا تجربوا في كميه اقل لو اول مره تعملوها. هشه جدا، فظيع. انا عايزه اقول لكم بقى على تركه هتخلي معاكم طول الوقت الفلافل هشه كده. ايه هي؟ ان انا دلوقتي هخزنها في اكياس وهشيلها في الفريزر، علشان كل مره اطلعها تبقى الفلافل بتاعتي هشه. بعمل ايه؟ باخدها لفه في الكبه، يعني بديها ضربه في الكبه، او بالشوكه، او بمضرب اللي هو الويسك بتاع الكيكه ده. هديها ضربه هتبقى هشه وترجع تاني فلافي كده. لما اجي اقليها هتبقى عامله شبه بتاعه الراجل. هي دي التركه. جربوها بجد على طريقتي ولا غلطه. بصوا انا هنا قسمتها على اكياس وقفلتها بسلوتيب. لو عندكم اكياس اللي هي فيها زبدي هتبقى حلوه جدا. بصوا عملت معايا كميه كبيره جدا، تتشال في الفريزر، مش هتقولك اي حاجه، تقعد لحد 3 شهور. بصوا الفلافل في الزيت ما فكتش ولا اي حاجه. بجد طريقة تحفة. وفكرة الكبة والضرب في قبل ما تقلوها دي ولا غلطة. جربوها وألف هنا وشفا.